السلام عليكم. النهارده معانا فيديو، هو فيديو تحدي، فيديو حلو قوي قوي قوي. فيديو هنعمل فيه قمر الدين من الجزر والبرتقال، وهتشوفوا ازاي هيطلع تحفة وجميل وزي بتاع بره بالظبط، ولا استغلال المحلات ولا الاسعار الخرافية اللي احنا بنشوفها دي. لا، احنا هنعمله في البيت وهيطلع احلى وهنشوف. ادي ده دلوقتي معايا 2 كيلو من الجزر، انا مقطعاهم، تقطعيهم اي تقطيعه زي ما تحبي. عايزه تبشريهم، عايزه تقطعيهم مثلثات، اي تقطيعه زي ما تحبي. كده كده هنسلقه تمام. ومجهزين كوبايتين من عصير البرتقال، ده معصور معلوش ميه ولا اي حاجه، ده عصير معصور بس كده سك تمام. هندلقهم على الجزر تمام كده. ادي كوبايتين البرتقال. ومجهزين، بما اني انا عندي 2 كيلو من الجزر، يبقى مجهزة معايا كيلو من السكر، كيلو من السكر تمام كده. وعليهم ايه؟ كوبايتين برتقال. يلا بينا نحط السكر. ودلوقتي بعد ما نزلت بالسكر هقلب المكونات بتاعتي كويس قوي مع بعضها. يلا بينا. وادي دلوقتي بعد ما قلبت كل المكونات بتاعتي مع بعض، انا مجهزه معلقه كبيره من العسل الابيض، او عندك لو عسل الجلوكوز هيبقى حلو قوي، ما عندكيش يبقى عسل ابيض زي ما احنا هنعمل كده تمام كده. ونقلب برضو كل المكونات بتاعتنا دي كويس قوي ونرفعها على النار. يلا بينا. وادي هو على النار، هسيبه لحد ما يتهمك معايا خالص. شايفين بدأ يرمي ميه اكتر، طول ما هو على النار هتلاقيه بيرمي ميه اكتر. واول ما الجزر يستوي معايا عايزاه يتهري خالص، هنرفعه من على النار. وادي الجزر اهو بعد ما رفعته من على النار، شايفين شكله عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه، ان هو يكون مستوي كويس قوي، يكون مهموك معايا تمام كده. طيب طالما هو استوى كويس قوي، يا اما هنضربه في الخلاط بس هنستنى ان هو يبرد، يا اما هنضربه بالهاند بلندر وهو على النار عادي مفيش مشاكل تمام كده. يلا بينا. ودلوقتي بعد ما ضربته زي ما انتوا شايفين كده، هو ده اللي انا عايزاه تمام. طيب انا مجهزه معايا دلوقتي اهو نص كوبايه من الميه، عليها 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق كبار من النشا. وندوبها، ولازم الميه تكون بارده والا النشا هتربط معايا. ونقلبهم كويس قوي وهننزل بيهم على الخليط بتاعي. يلا بينا. ودلوقتي انا نزلت بيه على الخليط، واقلب الخليط كويس قوي معايا مع بعض كده، اللي هو من غير نار ولا حاجه، نقلبه مع بعض كويس قوي. يلا بينا. وادي بعد ما قلبته كويس قوي مع بعض، هنزل بيه معلقه من ملح الليمون، معلقه كبيره بالشكل ده. هنزل بملح الليمون على المكونات بتاعتي واقلبهم كويس قوي. ملح الليمون ده اللي هيديني المزازه بتاعت قمر الدين. مش احنا ما بنيجي ناكله كده بنلاقيه اللي هو فيه مزازه؟ ده هيخليه فيه مزازه. يعني ما نقولش مثلا لا الجزر والبرتقال هيخلي الطعم بعيد، لا، ده هيبقى نسخه بالظبط من قمر الدين اللي هو بالمشمش العادي. يلا بينا نقلب المكونات. ودلوقتي انا بعد ما قلبت المكونات معايا، جهزت نص كوبايه من الميه دافيه، ولا هي ساقعه ولا هي سخنه، عليها 3 معالق كبار من الجيلاتين انا حطيته اهو. وهبدا اقلبه كويس قوي مع بعض. وبلاش نحط الجيلاتين في ميه ساقعه عشان خاطر هيكلكع معايا تمام كده. طيب هيمسك، فاحنا هنقلبه كويس قوي مع بعض الجيلاتين تمام. نقلبه كويس قوي وبعدين ننزله على الخليط بتاعنا. يلا بينا. وادي نزلت معايا بالجيلاتين على الخليط بتاعي، هقلبه كويس قوي مع بعض. على فكره الجيلاتين ده بيتباع عند العطار عادي خالص، يعني اللي هو سهل ومتوفر وموجود في كل حته. ويلا بينا نقلب المكونات كلها مع بعض. ودلوقتي بعد ما قلبناه كويس قوي مع بعض، هنرفعه للنار ياخد غلوه كده وبعدين نرفعه. يلا بينا. وادي اهو طالما رفعناه على النار، لازم ايدك تفضل فيه وفي التقليب عشان خاطر ما يلزقش معانا او يشيط. فلازم اللي هو ايدك تفضل فيه تقلبي فيه طول ما هو على النار لحد ما يتقل اكتر معايا، اكتر من كده تمام. وممكن كمان لو عايزين نضربه في الاخر بالهاند بلندر عشان نضمن ان القوام بتاعه يكون مثالي جدا وناعم جدا، مفيش مشاكل. ممكن بعد ما نخلص خالص، اللي هو بعد ما نديله غلوه بالهاند بلندر، نضربه تاني. وطبعا نخلي بالنا من الفقاقيع دي،
لانها بتبقى صعبة جدا الحرق بتاعها، فخلي بالك جدا. تفضل ايدك فيه كده، تمام كده. نقلب فيه كويس قوي لحد ما يتقل معايا اكتر من كده كمان. ودلوقتي هو خلاص وصل معايا للقوام التقيل قوي ده، فهو ده اللي انا عايزاه. خلاص هنكتفي بالشكل ده وهنقفل عليه، تمام كده. طيب احنا دلوقتي انا دقته فلقيته مش محتاج اصلا ان احنا نحط له مثلا اللي هو طعم المشمش اللي هو بيتباع عند العطار، مش محتاج. هو طعمه قمر الدين اللي احنا بنجيبه عادي خالص. فاوعي مثلا تخافي تقولي لا هيطلع طعمه مش عارفه ايه، دوقيه هتلاقيه طعمه قمر الدين العادي بتاعنا اللي احنا بنشتريه. وكمان لما ينشف الوضع تاني هيختلف تماما. تمام، يلا بينا. ودلوقتي انا جهزت صاج او صينيه اللي متوفر عندك عادي مفيش مشاكل. انا دلوقتي عندي صاج، جهزت في الصاج كده اللي هو مشمع. عندك مشمع ماشي، ما عندكيش مشمع حطي بتاع ده كيس اللي هو الاكياس العاديه بتاعتنا، قصيه وافتحي 2 على بعض زي ما انا عامله كده، وهندهنه دهنه خفيفه من الزيت من جوه، تمام كده. اللي هو كيسين ونفتحهم على بعض. او لو عندك الاسترتش يبقى حلو جدا، افرديه برضو في الصينيه. عندك ورق زبده برضو مفيش مشاكل، كل ده يمشي عادي، مفيش مشاكل خالص في الوصف. هنبدا بقى ننزل الكميه، نص الكميه تقريبا، يعني مش كل الكميه اللي عندك في الحله، تفردي حبه حبه لحد ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. عايزاها خفيفه ممكن نخففها، عايزاها تقيله ممكن تعملي سمك تقيل. يلا بينا. ادي اهو بعد ما حطيت نص الكميه اللي في الحله، تبداي تجيبي اي حاجه عندك وتبداي تفردي بتاع ده القمر الدين بتاعك، تفرديه كده اهو متساوي، تسويه في الصاج بتاعك او في الصينيه زي ما انت عايزه، تمام كده. يلا بينا بقى نظبطه، اللي هو تفرديه بحيث ان هو يبقى متساوي كله مع بعض. وادي اهو شايفين انا عملت صاجين وعملت كمان صينيه اللي اتفضل، شايفين يعني اللي هو عملت الكمية دي كلها. ودلوقتي بقى هنسيبها الصاجين دول والصينية نحطهم في مكان يكون فيه هوا في البيت، تمام. يعني مكان مثلا ممكن تحطيه في البلكونة، بس لو هتحطيها في البلكونة في شمس في هوا لازم تغطيها بشاشة كده، تمام. طب لو مثلا عايزة تحطيها في الشقة في اي مكان فيه هوا اللي هو داخله هوا، يكون مكان هوي في البيت، تحطي فيه الصاجات بتاعتك الصواني حسب ما انت عامله. تسيبيها، هنسيبها لمده قد ايه؟ من 3 ايام ل 4 ايام، من 3 ايام ل 4 ايام وهكون نشف معايا. ويلا بينا نشوف مع بعض. ودلوقتي معانا قمر الدين بعد ما عدى عليه 3 ايام بالظبط، 3 ايام وكان نشف معايا وبقى عامل زي القمر الدين اللي احنا بنشتريه. يلا بينا نشوف مع بعض. شايفين طبعا احنا اكلنا نص الصينيه دي، بس باقي الصواني اهي زي ما هي، تمام كده. دي قمر الدين معايا اهو، شايفين اللي هو بيطلع بمنتهى السلاسه كده. ونفس الخطوة دي هنعملها بكيس من فوق، شايفين يعني مفيش احلى من كده. ودلوقتي شايفين ادي دي صينية اللي هي الصغيرة، شايفين معايا اللي هو بيتقطع ازاي زي القمر الدين العادي اللي هو ادي اهو. هنقرب عايزة اوريهولكوا بالشكل ده. عايزه اقول لكم برضو قمر الدين اللي احنا عملناه ده ممكن نعمل بدل البرتقال والجزر، ممكن نحط مكانه لو عندنا مش مفرزينه نستخدمه. عندنا فراولة ممكن نعملها، عندنا مانجا ممكن نعملها، يعني ممكن نعمل اكتر من حاجة. قمر الدين منها بتطلع حلوة قوي وتحفة. لو عايزاه اكتر مزازة ممكن تزودي ملح الليمون شوية تخليه اكتر مزازة، تمام. ودلوقتي قطعناه بالسكينة بالشكل ده اهو، اللي هو كده اهو. وهنبدأ نحط عليه اكياس من فوق كمان. وادي قمر الدين بعد ما كيسناه، شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني ما شاء الله حاجة، يعني ما شاء الله تشرح القلب. شايفين شكله عامل ازاي؟ عمل معايا 7 قطع بالشكل ده. نقدر نفرزهم في الفريزر من السنه للسنه، مش هيحصل لهم اي حاجه ان انت تحطيهم في الفريزر وتطلعي منهم على قد الطلب. هتعمليه عصير، هتعمليه اطباق، يعني زي قمر الدين العادي اللي احنا بنشتريه.
ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.